في زمن ممنوع فيه الكلام ظهر شاعر قال كل حاجة بصوت عالي. شاعر اتنفى من مصر علشان قصيدة، بس كلمته فضلت تضحك على الملوك لحد النهاردة. تخيلوا ان مجرد قصيدة تخلي الحكومة تنفي صاحبها بره مصر، وان شاعر بسيط من حي شعبي الملك نفسه كان بيترعب منه. ده مش فيلم، ده حقيقي. وده حصل مع الراجل اللي الناس كانت بتضحك على كلماته لكن السلطة كانت بتترعب منها. بيرام التونسي شاعر عاش مطارد وجاع واتهان واتنفى سنين طويلة، مش لأنه قاتل ولا جاسوس، لكن علشان كان بيكتب شوية كلام بالعامية يتقالوا في القهاوي فتضحك الناس، والضحك أحيانا بيكون أخطر من الرصاص. وبيرام التونسي قدر يعمل اللي سياسيين وثوار ما قدروش يعملوه، خلى الشعب يضحك على الملك. والأغرب إن الراجل ده قبل ما يموت بوقت قليل حصلت له مفاجأة قلبت حياته بالكامل. يا ترى إيه السر؟ وليه قصايده كانت أخطر من الرصاص؟ وإزاي يتحول من بياع بسيط لأسطورة الأدب الشعبي في مصر؟ هاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعرف الحقيقة. بس ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الحكاية. بيرام التونسي اسمه الحقيقي محمود بيرام التونسي، واتولد سنة 1893 تقريبا في حي الأنفوشي في اسكندرية. أصله من عيلة تونسية هاجرت لمصر، لكن بيرام نفسه كان مصري الهوى واللسان والتكوين. أبوه كان تاجر بسيط، ولما مات الحياة قلبت على بيرام بدري جدا. اضطر يشتغل صبي عامل في التجارة في السوق، يعني اتربى وسط البياعين والعمال والصيادين والناس الغلابة. وده السبب إن كلامه بعد كده دخل قلوب الناس على طول. بيرام ما اتولدش في قصر، علشان كده عرف يسمع صوت الشارع. ومصر في الوقت ده كانت تحت الاحتلال البريطاني وحكم الملك فؤاد الأول. طبقة مرعبة، فساد وفقر، في بشوات عايشين في قصور وفي ناس مش لاقية تاكل. والصحافة أغلبها يا خاضعة للملك يا خاضعة للإنجليز. لكن فجأة ظهر نوع جديد من الكلام، كلام الشارع. بيرام بدأ يكتب زجل ساخر بالعامية، وده كان جديد وخطير. ليه؟ علشان الشعر زمان كان للنخبة بس. فجأة جه واحد بيقول أنا هكلم الشعب بلغته. بدأ ينشر في جرايد ساخرة، والناس حفظت كلامه بسرعة رهيبة، لأن لأول مرة حد بيقول اللي الناس خايفة تقوله. والناس ما كانتش بتقرأ لبيرام، الناس كانت بتتنفسه. بيرام ما كانش بيهاجم السلطة بشكل مباشر وبس، ده كان بيفضحها بالسخرية، ودي كانت أخطر حاجة وقتها. وقصيدة واحدة بس كانت كفيلة تخلي قرار رسمي يطلع بطرده من مصر. لكن السؤال هنا، إيه اللي كتبه بيرام وخلى السلطة تعتبره خطر لازم يختفي؟ والأخطر، إزاي عاش سنين المنفى؟ وهل صحيح إنه نام جعان في الشوارع بعد ما كان أشهر شاعر في مصر؟ خليكم معايا وهتعرفوا الحكاية. أشهر ضربة عملها بيرام لما كتب قصايد عن الملك فؤاد والحاشية بتاعته، خصوصا بعد جوازه من الملكة نازلي. وبيرام كتب كلام ساخر جدا عن البذخ والفساد وحياة القصر بطريقة الشعب البسيط يفهمها ويحفظها بسرعة. ومن أخطر القصايد اللي قلبت الدنيا عليه قصيدة اتشهرت باسم البامية السلطاني والقرع الملوكي. والقصيدة دي كانت بتقول: البامية في البستان تهز القرون وجنبها القرع الملوكي اللطيف، والديدبان داير يلم الزبون، صهين وقد منتسل يا خفيف، نزل يلعلط تحت برج القمر، ربك يبارك لك في عمر الغلام، يا خسارة بس الشهر كان مش تمام. والقصيدة دي اتكتبت بعد ميلاد الملك فاروق في 11 فبراير 1920، علشان وقتها كان في إشاعة بتقول إن الحمل حصل قبل عقد قران الملك فؤاد على نازلي. والناس كانت بتردد الكلام ده في القهاوي والشوارع، وده خلى السلطة تعتبره مش مجرد شاعر، ده شخص ممكن يقلب الرأي العام ضدهم. واعتبروا القصيدة دي وقتها إهانة مباشرة للأسرة المالكة، وده كان من الأسباب الرئيسية لنفي بيرام خارج مصر. المشكلة إن بيرام كان بيكتب بالعامية المصرية القريبة من الناس، فقصايده كانت بتنتشر أسرع من أي خطب سياسية، وده اللي خوف الحكومة فعلا. بعدها بدأت المضايقات بقى، واتقفلت له جرايد واتمنع من النشر، وفي النهاية صدر قرار بنفيه خارج مصر في أغسطس 1920.
واتسحبت منه الجنسية المصرية رغم انه اتولد وعاش في مصر طول عمره بحجة انه اصوله تونسية. ودي كانت الصدمة الكبيرة في حياته، انه اتحاسب كأنه غريب في البلد اللي بيعتبرها وطنه. المنفى بالنسبة لبيرم ما كانش عقوبة وبس، ده كان محاولة قتل بالبطيء. اترمى بين بلاد كتير، تونس وفرنسا، واشتغل أعمال بسيطة جدا، حمال وعامل وماسح أحذية علشان يعيش. وفي أوقات كان بينام من غير أكل، لكن حتى وهو بعيد ما بطلش كتابة. قصايده كانت لسه بتوصل مصر، والناس كانت بتنقلها في السر كأنها منشورات ممنوعة. السلطة كانت فاكرة إنها لما تبعده صوته هيموت، لكن اللي حصل كان العكس تماما، وبيرم بقى أسطورة. كان ممكن ينفوا بيرم من مصر، لكن مستحيل ينفوه من عقل المصريين. وبيرم رجع تاني لمصر بعد تزويره جواز سفره، وتم ترحيله مرة تانية لفرنسا في 25 مايو 1923. ومع مرور الأيام بيرم منسيش طاره مع الملك فؤاد، وصدر تصريح 28 فبراير سنة 1928، وتم إعلان مصر وقتها مملكة، وفؤاد يكون الملك فؤاد الأول. وفي الوقت ده كتب بيرم التونسي قصيدة وقال: ولما عدمنا بمصر الملوك، جابوك يا فؤاد الإنجليز وقعدوك تمثل على العرش دور الملوك، وفين يلقوا مجرم نظيرك ودون، ما نبنى إلا عرشك يا تيس التيوس، لمصر استقلت ولا يحزنون. وبعد سنين بيرم التونسي رجع مصر، وهنا تبدأ المفاجأة الكبيرة. صيته وصل لأم كلثوم وطلبته وسمعت كلماته، ومن هنا بدأ واحد من أعظم الثنائيات الفنية في تاريخ مصر. كتب: القلب يعشق كل جميل، وأنا في انتظارك، وهو صحيح الهوى غلاب، وغيرهم من الأغاني. السلطة نفت بيرم كشاعر خطر، لكن التاريخ رجعه كواحد من صناع الفن المصري. بيرم ما كانش أخطر شاعر علشان بيشتم السلطة، لكن لأنه فهم الشعب واتكلم بلغته وخلاه يضحك على خوفه، وده أخطر شيء ممكن يحصل لأي نظام. الدكتاتور ممكن يتحمل الكراهية، لكن ما يتحملش السخرية. والغريب إن نفس البلد اللي نفته سنين طويلة رجعت بعد كده تكرمه، وأخد أوسمة وشهادات تقدير، وبقى اسمه من أهم أسماء الشعر في تاريخ مصر. ومات بيرم سنة 1961، مات فقير تقريبا. لكن الغريب إن الملوك اللي خافوا منه ناس كتير ما بقتش فاكراهم، أما هو فلسه صوته موجود في الأغاني وفي الزجل وفي طريقة كلام المصريين نفسهم. يمكن لأن بيرم ما كانش مجرد شاعر، بيرم كان صوت الشارع لما الشارع ما كانش عارف يتكلم. ودلوقتي قولولي رأيكم، لو كنتم مكان بيرم كنتوا هتسكتوا ولا هتدفعوا الثمن علشان تقولوا الحقيقة؟ ولو الحكاية عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والحكايات لسه ما خلصتش من ورا المشربية، ومن ورا المشربية التاريخ لسه بيحكي حكاية.